كاملين غتكونوا تفرجتوا ولا سمعتوا على الفيلم الهندي ذا جوت لايف اللي بالعربيه حياه الماعز، اللي هو حاليا طوندونس العالم واكثر مشاهده في نيتفليكس، اللي القصه ديالو حقيقيه وكيدوي على الجانب المظلم في دول الخليج وبالضبط في دوله المملكه السعوديه، لدرجه ان اي واحد كيتفرج في الفيلم كيحقد على دول الخليج وما كيبقاش يحمل يمشي عندهم في مره، لدرجه انه غادي يضرب لهم ديك جميع الانجازات اللي داروا في كاس العالم او في المناسبات الدوليه غادي تضرب بهم في الزهر. واحد التنويه بسيط قبل ما نبداو القصه ديالنا، خصك تعرف ان اي دوله في العالم فيها ناس زوينين وناس خايبين، وهذا الشيء اللي غادي نشوفوا في هذه القصه. وملي تسمع المملكه العربيه السعوديه خص اول حاجه تطيح لك في راسك هي مكه المكرمه، هي المدينه الاقدس عندنا احنا المسلمين، واللي فيها الكعبه قبله المسلمين، وفيها المسجد الحرام والمدينه المنوره مدينه الرسول عليه الصلاه والسلام، وهي اول عاصمه في تاريخ المسلمين. ما نطولش عليكم بزاف، ندخلوا القصه ديالنا. كتبدا قصه الفيلم ديالنا بجوج شخصيات اللي هو نجيب وحكيم. ونجيب هو بطل الفيلم. كنشوفوا نجيب واحد الشاب اللي فقير ومقاتل مع الزمان بوفري ومجوج ومرته حامله، والخدمه ديال نجيب هو كيهزوا واحد الرمله من وسط البحر وكيعاودوا يبيعوا فيها. غادي يتلاقى مع واحد صاحبه غيقول ليه واش انت مازال خدام في هاد التمر، وغيقول ليه اخويا راه ما كرهتش نخدم شي خدمه ولكن الغالب الله. غيقول ليه راه عندي لك واحد الفكره، يلا مؤخرا جا واحد خالي من الخليج وكيصيفط الناس من هنايا للهند وكيمشيو يخدموا في الخليج. غيقول لي راه ما كرهتش نمشي نخدم ولكن راه معليش فلوس باش نقطع الطياره. غيقول لي شوف يا راه عندك الدار عندك ولا بيع وسير خلي مرتك تسكن مع والديك وسير انت اخويا دبر على راسك باش ولدك تيتزاد ما يلقاش راسو في الفقر. غيقتنع بالفكره وغادي داكشي اللي غادي يدير، غادي يبيع دارو وغيخلي مرته حامله مع والديه وغادي يشد يقطع الطياره هو وحكيم وغادي يمشيو لدوله الخليج باش يدبروا على راسهم ويخدموا. ملي غادي يوصلوا لدوله الخليج غادي يوصلوا في المطار نهار الجمعه، ونهار الجمعه واحد نهار مقدس عندنا حنا المسلمين، الاغلبيه ديال الناس ما كيخدموش خصوصا في دوله الخليج اولا بالضبط دوله السعوديه. غادي يوصل نهار الجمعه وخصو يعيط لواحد الكفيل. هذا الكفيل شنو الخدمه ديالو في السعوديه؟ هو اللي كيتكلف بك كيجيبك من واحد الدوله لدوله السعوديه اولا في اي دوله في الخليج. كيكون هذا الكفيل هو اللي كيخدمك، هو اللي كيتكلف لك بوراقك، هو اللي كيتكلف لك بالسكن بالماكله بكل شيء، هو اللي كيتخلص عليك كذلك. دونك نجيب وحكيم جاو للسعوديه على فكره انهم غادي يخدموا في واحد الشركه، وهذيك الكفيل هو اللي غادي يتلاقاهم في المطار وغيديهم فين غيسكنوا، هو اللي غيوريهم كل شيء. ملي غيوصلوا للمطار غادي يعيطوا لذاك الكفيل ولكن الكفيل ما كيجاوبهمش، غادي يتبرزطوا خصوصا انهم ما عندهمش لونجلي باش يهضروا وما عندهمش العربيه باش يهضروا، كيهضروا غير بالهنديه، والناس في المطار ما كيهضروش بالهنديه. دونك يا اما غادي يدويو معاك بالعربيه ولا غادي يدويو معاك بالونجلي، هما ما كيفهموش لونجلي. دونك غادي يحيروا تما وغادي يتبرزطوا غادي يتقلقوا ما عرفوا ما يديروا في واحد الدوله ما كيفهموا فيها حتى شي حاجه وما كيعرفوا حتى شي واحد. بقاو جالسين تما دايخين حتى غادي يتلاقاو صدفه مع واحد السيد هندي خدام تما. ملي غادي يشوفوه غادي يفرحوا غيقولوا لي خويا راه ما عرفناش كيفاش نتواصلوا مع الناس وكنعيطوا لذاك الكفيل ما كيجاوبناش. يقول لهم عطيوني ديك النمره انا غنمشي نتكلف. غادي يمشيو يعيطوا لذاك الكفيل، داك الكفيل ما كيجاوبش حتى ما يصوني وما كيجاوبش. غادي يقول لهم داك الهندي راه هنايا في دوله السعوديه نهار الجمعه الاغلبيه ديال الناس ما كيخدموش، فهاد الكفيل هاد النمره هادي تقدر تكون ما خداماتش حيت ديال الخدمه ولكن راه ضروري غادي يكون داير في بالو انكم غادي تجيو اليوم، فيتسنى واحد شويه وغادي يتم جاي. فداك الشيء اللي داروا خرجوا من المطار وبقاو جالسين كيتسناو داك الكفيل وقتاش يجي عندهم. شويه غادي يشوفهم واحد السيد غادي يهبط من الطوموبيل وغادي يبقى يشوف فيهم. هاد السيد هذا نصاب، خدمته في السعوديه هو انه يتكلف باي واحد جا للمطار وتخلى عليه داك الكفيل هو اللي كيتكلف به وكيبدا يبيع ويشري فيه. دونك هاد السيد بزناس في البشر. ملي غادي يوصلوا للمطار وغادي يبان ليه داك السيد غادي يبدا يتسناهم يشوف واش غادي يجي شي كفيل يعتقهم ولا لا. غيبقى جالس في السويق غادي يشوفوا ان داك السيد هذوك الناس ما جا عندهم حتى شي واحد، وغادي يجي عندهم غيقول لهم راه نشوف الباسبورات ديالكم وغادي يشوفهم انهم جاوا من الهند. غادي يفرح الاخر غيبغيو يهضروا معاه غيقولوا واش انت هو الكفيل وكذا. هو ما غاديش يفهم، واحد الراجل كبير وما كيفهمش بالهنديه وما كيفهمش حتى بالونجلي كيدوي بالعربيه. غادي يبقى يخوت فيهم يقول لهم يلاه سير بيا ويلاه كذا. الاخر غيقولوا راه واقيلا هذا هو السيد اللي غادي يخدمنا ولكن اجي. الهنود اللي كانوا جاوا معنا في الطياره شافوهم انهم من هبطوا في المطار جا الكفيل وجاب لهم ترونسبور ديال الشركه وهزهم وتهلا فيهم وكبر بهم وداك الشيء اللي كيشوف هو. ولكن هذا السيد كيسبهم وتعارهم وكيهز لهم الشنطه. قالوا ماشي مشكل حنا جينا نخدموا نصبروا. بغاو يركبوا معاه في ديك الكات كات. عرفتي ديك الكات كات اللي كتلقى فيها 4 ديال البلايص وفيها اللور فين كتحطوا فيها السلع. بغاو يركبوا معاه تماك ويقول لهم لا غادي تطلعوا ورا الشنطات. قالوا واش هاد الاهانه اللي جينا ليها او ماشي ما كنسمعوش على هاد الدوله هذه. داكشي اللي داروا غادي يركبوا مع الشنطه شويه بقاو غاديين واحد المده طويله. نجيب وحكيم غادي يتبرزطوا وغادي يقولوا على الاقل نهضروا مع السيد يعطينا التليفون نحيطوا لعائلاتنا اننا راه وصلنا بخير، حيت عارف انك ملي كتسافر لشي دوله فاول وحدين غادي يتخلعوا عليك هو والديك
ومرتك، وخصوصا انت غتبغي تطمئن على والديك ومرتك اللي حامله. فتيدوي مع داك السيد اللي مسمى بالكفيل، تيدوي معاه باش يعطيه النمره ديال التليفون باش يعيط لعائلته. داك السيد ما كيفهموش، كيقول سكتوا بعدو مني، سيروا جلسوا راه البوليس جايين. غادي يبقى غادي واحد المسافه طويله حتى غيدخل لواحد الصحراء، ويبقى غادي غير الصحراء والظلام وهما ما كيشوفوا والو. ملي غادي يوصل قدام واحد الخيمات. هذوك الخيمات غادي يهبط داك الوكيل اولا الكفيل، غادي يهبط وغادي يحيد حاكم وغادي يعطيه لواحد السيد، يعني غادي يبيعو بطريقه غير مباشره. هما ما كيفهموا والو، وكذلك ما عارفينش ديك الهضره اللي كدور بين دوك الناس، ما كيفهموهاش حيت غير العربيه. غيقول لي لا راه انا ونجيب راه خصنا نخدموا في بلاصه وحده، غيقول لي لا انت غتخدم هنا انت، ما غيفهموا والو بزز. غادي يدخلوا داك الحاكم، غادي يدخلوه لداك الخيام، وغادي يجريو على نجيب، وغيطلع نجيب مع داك السيد عاوتاني في الكفر، وغيبقى غادي معاه لواحد البلاصه اخرى، حتى غيوصل لواحد الخيمه اخرى، وغادي يعطيه لواحد الناس اخرين، واحد السيد تما عنده الماعز وكذا، غادي يلوحوا عندهم تما. غيقول لي لا انا لا جاي على اساس باش نخدم انايا في الشركه. غيقول لي اسكت. المهم غادي يمشي داك السيد وهذاك الكفيل، غادي يهز طوموبيلته وغادي يمشي. نجيب ماشي ما فهم والو، الصحراء والرمله وصاحبو حطو في واحد البلاصه، هو فقا بلاصه اخرى ما فهم والو. قال ماشي مشكل غادي نعس هاد الليله هادي وغدا يحلها. ملي دخل تيقلب فين ينعس، غادي يلقى واحد الراجل كبير وحالته حاله وماشي متشرد. داك السيد بحال نقولوا شي سنين كبيره ما قاص الماء، ما دوش، ما غسل، ما دار شي حاجه. غيبغي يهضر معاه، غيلقى داك الراجل الكبير ما كيدويش معاه حاجه. اللي غيقول ليه سير قلب على راسك فين الناس. خونا غادي يمشي غيبغي يقلب فين ينعس، كيتبان لي تما الرمل، وغتبان لي خيمه وحده نعس في هذاك السيد اللي هو مول الخيمه. غادي يمشي يفرش حداه وغادي ينعس. ملي غينعس غيبقى يتفكر دوك الذكريات ديالو هو ومرتو، حيت توحشها، ودوك الاجواء اللي دازوا بيناتهم كاملين. هذاك السيد مول الخيمه ملي غادي يفيق غيلقى داك السيد الهندي ناعس حداه، غادي يتعصب عليه وغيبدا يخوت عليه وغيلوح ليه حوايجو في الرمله. يقول لا ما داش حدايا، انا ترقل فين تنعس، سير نعس حدا الماعز. خونا ما فهم والو، كيفاش راه الرمله هذه. غادي يسكت وغادي ينعس، قال ماشي مشكل نعس حتى الصباح ونعرف شنو كاين. سيدنا غادي ينعس الصباح، غادي يفيق، غادي يلقى انا داك الوكيل اللي كان جابو النهار الاول جا واخد الفلوس من عند السيد. غيقول لي راه شوف، غيجيب لي باسبور، يقول لي شوف انا ماشي انا ما كنخدمش هنايا، انا راه ما موجودش على اساس نخدم في شركه، وها انت هي النمره ديال الوكيل ديالي اللي عطاني النمره، خصني نعيط ليه، وهذا هو الباسبور ديالي، وهذه النمره ديال السيد اللي قطع ليا من الهند وكذا، وهكا راه هو اللي قال لي نستقبلك هنا وكذا. خوتنا ملي غيشوفوا داك الباسبور وداك الورقه غادي يبداو يقطعوا الباسبور، يقطعوا عليه الورقه، ويقولوا لي سير تخدم. نجيب ما فهم والو، علاش يقطعوا ليه الباسبور ديالو باش غادي يرجع؟ غادي يبقى يمشي يقلب على ديك الورق، غادي يجمعهم وغي فقد الامل. دونك الخدمه ديالو هو انه يخدم مع الماعز ويبدا يسرح. والسيد نجيب ما عارف والو، ما عارفش كيفاش يحلب الماعز. غادي يلقى عند داك الراجل الكبير تيحلب الماعز، وغادي يعطيه ديك القرعه ويقول لي سير دير السيد. نجيب ما فهم والو، شد ديك القرعه ديال الحليب، قال واقيلا راه ديالي، بدا تيشربها. ويجي الراجل الكبير قال لي لا عطيها للسيد. ملي عطاها للسيد شربها وقال لي راه بغينا نفطر، وقال لي لا راه ما كاينش الفطور، سير تنقول لك انا اجي تاكل. نجيب ما فهم والو، مشى يهضر مع داك الراجل، طلع سبحان الله العظيم داك الراجل الهندي وراجل قديم بزاف. قال لي كيفاش انت ولات حالتك هكا وشنو؟ لقانا داك الراجل الكبير كبر في السن وتخلخل، دونك تيقول لك كلمه معقوله وكلمه كيدخل ويخرج في الهضره. قال لي انا راه سنين وخدام هنايا، وتا انا جيت بهذه القصه هذه، ودونك ما عندك ما دير. الخدمه ديالك هي انك غادي تجي وغتكلف بالمعيز وغتكلف لي بالاغراض ديالو حتى يحل الله وغتموت في هذه الصحه. داز واحد الايام، واحد النهار فاق داك نجيب كيف العدد ديالو، خصو ينوض ويستراح ويقضي الاغراض ديالو، حتى كيتفاجئ ان داك الراجل الكبير ما كاينش. ملي غادي يسول داك الراجل ما كيفهموش، ما بغاش يجاوب، قال لي سير دي المعاز وسير. صافي غيمشي يدي المعاز. داز سنين ونجيب عمرو ما هضر مع عائلته وما شاف صاحبو حكيم، وتبدل ولات لحيته كبيره ولا مسخ، وسيدي ما قاص الماء، وسيدي وما كيشربش، وحتى لا بغى يقضي اعزكم الله شي حاجه ما كيقضيهاش بالماء، كيمسح بالرمله. المهم ما عليناش، غادي واحد النهار في الرمله كيسرح المعيز والجمال، حتى غيبان ليه واحد النسوره كياكلوا في واحد اللحم وكذا، غيمشي كيجري يشوف شنو هادشي. غيلقى عندنا داك الراجل الكبير اللي مات لاحو في داك الرمله، وغيبقى فيه الحال بزاف. وفهمتيني كيفاش ان الانسان ما تكرمش. وهاد نجيب هذا وحاكم هما مسلمين، يعني ماشي من ديك الهنود اللي كيحرقوا البشر ولا لا، هما مسلمين، دونك تيامنوا باكرام الميت. دازت واحد المده طويله، قالت كيسرح واحد المعيز والجمال ديالو، غادي تصب واحد الشتا، واحد العاصفه كثيره. غادي يمشي كيجري، غيخبي داك الماعز ديالو في واحد الصخره شويه،
غتبقى جالس غتصحى الشتا وغيبغي يخرج الغنم ديالو، غيسمع بحال شي غنم كاين قراب ليه، غيفرح غيقول شي ناس هادو غادي نمشي نشوفهم، غيمشي غيجري شكون اللي غادي يلقى؟ غيلقى صاحبو حكيم اللي سنين ما شافوش، واش هو تبدل ولات حالته حاله، غادي يعنقو بدي يبكي وهادي، وغيقول لي راه شنو هادشي اللي طرا لينا خصنا نهربوا، غيقول لي شوف راه حاولت نهرب شحال من مره، ولكن راه ديك الكفيل اللي مكلف بيا راه تعدى عليا، وهذه راه ما كاينش كيفاش نهرب. المهم قال لي صافي تل نشوفوا لها شي خطه. داز واحد المده طويله شويه ما بقاش كيتلاقى حكيم ونجيب، واحد النهار ويلقى واحد الورقه جاتو باش كان تيسرح، مشى كيجري باش يهزها ويلقى الكفيل جاي، دار راسو راه ما شاف والو، حتى مشى الكفيل ويهز ديك الورقه لقى ان حكيم كاتب ليه ميساج، كتب ليه راه اخر مره ملي تلاقيت معاك وهضرت معاك راه الكفيل ديالي شافني وعطاني قتله ديال العصا، وشوف راه لقيت حكا واحد السيد اللي سميتو ابراهيم، واحد الدري افريقي حتى هو مسلم، وقررنا انه بثلاثه نهربوا. فراه غنقول لك راه واحد النهار غادي يكون الكفيل ديالنا عنده عرس ديال بنته، فهادوك الناس كاملين غادي يجيو يحضروا العرس، وتما غادي نقرروا نهربوا. فداك الشيء اللي طرا، هادوك الناس ما داروش العرس تما، داروا العرس في واحد البلاصه اخرى، والناس كاملين مشاو معروضين. فالكفيل ديال نجيب قال لي شوف انا راه ما غاديش نجي اليوم حتى الغدا، سير وكل الجمال وكل داكشي كامل وغدا نتلاقى. نجيب فرح لا غد لي نفاق، اول مره غادي يدير غادي يحل الماء، حيت ما عندوش الحق يحل الماء، حل الماء ودوش وغسل حالته وشرب الماء بزاف، ومشى تيز داك الحوايج اللي كان جايبهم النهار الاول لقاهم كبارين عليه بزاف مع السيد ضعاف ما تياكلش وكذا، مشى تهلا بداك الجمال وداك الميز، عطاو الماكله بالزيد حيت ولاو عزازين عليه، واللي تيونسوه وكذا، ولبس حويجاتو ومشى تلاقى مع حكيم وتلاقى مع ابراهيم، وبقاو غاديين في واحد الصحراء هاربين 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 هاربين، تلقاو راسهم وسط الصحراء وما كاين والو. نجيب كان غادي وغادي بالحفا لدرجه ان رجليه تنفخات، وملي تنفخات اضطروا انهم يرتاحوا، من يرتاحوا ما بقاش ليهم الماء بزاف، دونك بقاو غاديين والصهد وما كاينش الماء والعرق وكذا. حكيم بحال اللي غادي يتخلخل حيت الصحه ديالو على قد الحال، غادي يتخلخل وتبان ليه الرمله بحال واحد الماء، ويمشي يبقى يبغي يشرب، هما تيشدوه وتيقول تيضربوه وتيقول لا راه الماء هذا، تيبدا يشرب في ديك الرمله لدرجه ان شويه تيخرج ليه الدم من فمه وهو يموت. دونك بقات القصه بقى غير نجيب وابراهيم، ونجيب بقى في الحال بزاف، صاحبو كيموت في ديك الحاله، شويه يجي واحد العاصفه وابراهيم بقى تيجر نجيب يلا خصنا نتخبوا من هاد العاصفه راه غنموتوا غتغطينا الرمله، قال لي لا خصنا نعنق خويا وكذا، المهم عنقوا مشاو تخباو تتهز ديك العاصفه. نجيب بقى فيه الحال بزاف ان صاحبو جاو للخليج باش يخدموا ويعاونوا عائلتهم، في الاخر غادي يموت بهاد التكرفيصه هذه. فبقى غادي ابراهيم ونجيب واحد المسافه طويله شويه، غادي تبان لهم واحد الضفدعه ديال الصحراء غاديين، غيعرفوا ان كاين تما شويه ديال الماء، غيمشيو تما يلاه نجيب غيبغي يشرب الماء بزاف، غيشدوا ابراهيم يقول لي لا شربتي الماء بزاف غادي تموت، ولا تيقطر ليه بشويه بشويه حتى الذات ديالو ولات كتستوعب انه خصو يشرب الماء، عاد شربوا الماء وجمعوا الماء ديالهم وقطعوا واحد التمر من واحد النخله، وبقاو غاديين في واحد غير الصحراء والرمله، ايام وما غاديين في ديك الرمله، لدرجه ان واحد النهار غيبوا نعسوا، الصباح ملي تيفيق تلقى نجيب ما كاينش ابراهيم، ولقى حاط ابراهيم اخر قرعه حاط نجيب وحاط حداه تمره. فهنا فهم ان نجيب ذاك ابراهيم قرر انه ينتحر وفقد الامل، فبقى فيه الحال بزاف ان صاحبه اخر عاوتاني مات، غادي واحد المسافه بوحدو في الرمله، تفجاه تيتقادى ليه ديك الماء وكيتقادى ليه ديك التمر، وفجاه القدر والله عز وجل غادي يعاونو وغادي يلقى طريق. ففرح بزاف نجيب تماك، ولكن تيتفاجئ ان ديك قليل الطوموبيل فين كيجيو، الطوموبيل اللي كدوز ما كتبغيش تهز، ما كتيقش فيها الرمله وتما، وما عارفين ديك السيده بوالي وشعره كبير ولحيته. الله عز وجل كتب ليه واحد السيد، هنا فين كنوصلوا للقضيه الاولى اللي قلت لكم ديال ان اي دوله في العالم فيها ناس زوينين وناس خايبين، فواحد السيد سعودي جا بواحد الطوموبيله زوينه، شاف داك السيد في ديك الحاله هزو ركبو في طوموبيلته، عطاه الماء عطاه الماكله وداه حتى للمدينه، وقال ليه واش بغيتي نعاونك في شي حاجه اخرى؟ قال لي لا انا بغيت نوصل للمدينه. فوصلوا للمدينه وقال ليه انا بغيتي نعاونك في شي حاجه اخرى انا موجود. فخلاه في المدينه وبقى غادي تشرد، تتلاقاو واحد الهنود هما ساكنين في ديك المدينه، وداو لدارهم ودوشوا ليه وغسلوا ليه وكلوه وشربوه، وداو الكوميساريه باش يقاد الوريقات ديالو ويرجع للهند ديالو. مني غادي يمشي للسعود، مني غيمشي للكوميساريه غادي يلقى ان
غادي يشدوه غيقولوا ليه راه وقيلا انت هارب من الكفيل، حيت هو ملي كتجي للسعوديه بالكفيل ما عندكش الحق تهرب للكفيل، حيت الا هربتي للكفيل تقدر دير اي جريمه والكفيل اللي غيتحمل مسؤوليتها. باش تعرف واحد الحاجه، ان الكفيل راه ماشي حاجه خايبه، الكفيل هي حاجه زوينه نورمالمون، ولكن واحد الناس كيخيبوا ديك الصوره ديال الكفيل. فالكفيل راه هو اللي كيتكلف بيك وكيجيبك كيخلص عليك الطياره وكيجيبك وكيوكلك، فهمتي بزاف ديال اللعيبات. دونك ما عندهم ما خصكش تهرب للكفيل. فهم ملي شافوها قالوا ما تعرف تكون هارب من الكفيل، فشدوهم في واحد البلاصه وجابوا بزاف ديال الكفلاء ما كايناش هاد الكلمه، المهم تيجيو داك الكفيل كيشوف اللي هاربين ليه واش كاين منه تما، ويتلاقى داك السيد اللي كان شادو النهار الاول وتكرفص عليه، دوز عنده سنين، بقى تيشوف فيه ويقول لي عندك الزهر، انا ماشي هو الكفيل ديالك. حيت نورمالمون كان الكفيل ديالو خصو تكون عنده واحد الورقه من الهند وكذا، وانه اللي جايبوه، دونك ما عندوش هاد الوراق كاملين. اللي عندك الزهر انا ماشي هو الكفيل ديالك، اما كنت هو الكفيل ديالك كون رجبتك وعذبتك. فالسيد بقى تيبكي بزاف، ودوك الناس اللي معاه بداو تيعنقوه. فنجيب دوز 3 شهور ديال الحبس بما قادوا ليه الوريقات ديالو، وقطعوا ليه الطياره ديالو ورجعوه لبلادو. ومنين بغى يركب في الطياره نجيب كيتفكر المعاناه اللي دار مع حكيم ومع ابراهيم وشنو داز عليه، وشي يشوف ان بزاف ديال الناس جايين من الهند، كانوا خدامين في السعوديه وغادي راجعين للهند، جايبين الشكلاط وجايبين الحوايج وغادي يعاونوا والديهم وبزاف ديال الحوايج. هو راجع للهند بحاجه واحده، بصحته اللي بقات ليه. هاد القصه حقيقيه، وهنا هاد القصه ديالنا قصه حقيقيه اللي كيعاودها واحد السيد واللي داروا عليها فيلم. كيف قلنا انا هو الطوندونس دابا ديال العالم كامل. قصه مؤثره، اي واحد كيشوفها وكتشوف التمثيل والاحداث كيفاش كيدوزوا، ف الله يحسن العوان. فاش غادي نقول لكم، الله يحسن العوان لاي واحد خارج من بلادو كيمشي يخدم عند البلدان ديال الناس على طرف الخبز الصعيب. نتمنى القصه تكون عجباتكم، نتمنى كيفاش سردت تكون عجباتكم. اللي كنتي اول مره كتشوف القناه دير واحد اللايك وواحد الابوني، ونتلاقاو غدا ان شاء الله في قصه جديده. تخلص.